الجمهور قال عليها شبه جدتها، وفي اللي قال ان هي شبه مامتها ويخلق من الشبه 40. كايلا رامي رضوان بنت الفنانه دنيا سمير غانم بتشعل منصات السوشيال ميديا، وده بعد فيديو ليها على التيك توك انتشر مع والدتها. تعالوا بينا نقول لكم القصه الكامله. انتشر الساعات اللي فاتت فيديو على التيك توك لكايلا بنت الفنانه دنيا سمير غانم، وهم بيقوموا فيه بتجسيد احد المشاهد لمسلسل الفنانه دنيا كانت بتأدي دور ليها في مسلسل نيلي وشريهان، اما كايلا بتقدم مشهد من دور خالتها ايمي سمير غانم. طبعا الفيديو حاز على اعجاب الجمهور واشعل منصات السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت، والكل بدأ يتكلم على موهبه كايلا وعلى كمان الشبه الكبير اللي بينها وبين مامتها. كمان في عدد من الجمهور اتكلم على انها شبه اكتر جدتها اللي هي الراحله الفنانه دلال عبد العزيز، وفي كمان اللي اتكلم وقال لا ان هي شبه خالتها الفنانه ايمي سمير غانم، وطبعا في عدد منهم رجح ان هي شبه مامتها. للي ما يعرفوش كايلا هي ابنه الاعلامي رامي رضوان وبنت الفنانه دنيا سمير غانم، وطبعا هي من عيله فنيه ابا عن جد. جدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، وجدتها الفنانه الكبيره الراحله دلال عبد العزيز. كايلا خطفت الانظار في مشهد من مسلسلها اللي فيه، والكل اتكلم على موهبتها الكبيره، ده كمان غير الشبه الكبير اللي بينها وبين مامتها، والكل رجح ان هي هتكون فنانه كبيره في المستقبل وزي مامتها وعيلتها الفنيه الكبيره. انتوا بقى قولوا لنا رايكم ايه في الكومنتات والتعليقات، هل هي شبه مين؟ شبه مامتها ولا خالتها ولا جدتها؟ وايه رايكم في موهبتها؟ وتابعونا على مولاتي عشان تعرفوا كل الجديد.